السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة أول يوم رمضان. ربنا يوفقنا فيه لعمل الطاعات، وربنا يجعل هذا الشهر سبب لتغييرنا من حال إلى حال أفضل بإذن الله. وربنا يجعل هذا الشهر شهر خير وبركة علينا وعلى الأمة الإسلامية جميعا. أنا لسه صاحي من شوية طبعا. وصلني الكارجو اللي هو بتاع الإقامة، وجات لي التمديد بتاع الإقامة هنا في تركيا، واستلمتها الحمد لله لمدة سنتين كمان. سنتين كمان في الغربة هنا في تركيا. لوحدي. بتسحر لوحدي، وبفطر لوحدي، وبعيش لوحدي، وبواجه المشاكل والصعوبات لوحدي. وكمان يعني تحديات كتيرة جدا لوحدي. فسنتين كمان من الغربة لسه في تركيا. الله أعلم، ممكن السنتين دول يكونوا أكتر. ممكن السنتين دول يكون بعديهم كمان سنين تانية في بلاد تانية، الله أعلم. يعني الموضوع مش بسيط. الموضوع أنا لما جاتني على طول الإقامة فكرت فيه، يعني دلوقتي مثلا في مصر، أو في أي بلد يعني أنت منها. هتلاقي مثلا أهلك النهاردة هيتجمعوا على الفطار، وأول يوم فطار وكده. أكل جميل ولمة حلوة. لكن أنت طبعا لوحدك هنا في الغربة، بتفطر لوحدك مع الطبق بتاعك لوحدك. بص، هو الفيديو ده يعني انا مش جاي اقول لك فيه عن الغربة ازاي لوحدك ووحدة وحاجات من دي كلها. في الفيديو ده انا جاي اقول لك هل انا فعلا ندمان على الغربة دي ولا لا. يعني هل ان انا دلوقتي قاعد لوحدي وعايش حياتي كلها لوحدي هنا في الغربة، هل ندمان او لا؟ ممكن مثلا نقول ان في بعض الحاجات ممكن انها يعني تخلي الموضوع افضل شوية. على سبيل المثال، لو قلنا ان الغربة مثلا كانت في بلد تانية مختلفة عن تركيا، ممكن كان الموضوع يتغير، وممكن كانت وجهة نظري مثلا تتغير. آه، لو كانت الغربة برضو في موقف تاني، يعني غير موقف الدراسة، كان ممكن برضو الموضوع يكون برضو وجهة نظر مختلفة. ف يعني أنا عشان كده بقول لك الحاجات دي، عشان ما تحكمش على الغربة من حتة معينة. أنت اتغربت في الموقف ده، خلاص اتغربت في البلد دي. فممكن الغربة تكون كانت معاك أنت سيئة، ممكن تكون كانت مع غيرك اللي هو اتغرب لموقف تاني واتغرب في بلد تانية كانت أفضل. طيب، هل انا ندمت على الغربة اصلا هنا في تركيا؟ ويعني ان انا خدت الخطوة دي ودرست هنا في تركيا واتغربت هنا في تركيا وقاعد اهو بفطر لوحدي وبتسحر لوحدي؟ عايز اقول لك لا يا حبيبي، انا ما ندمتش خالص. بالعكس. انا مبسوط جدا جدا، فكك من الدراما اللي انا عملتها لك في الاول دي خالص. الموضوع مش كده خالص، لان انا نفسي لما كنت في مصر قبل ما اسافر وقبل ما اتغرب، انا نفسي كنت شايف ان الغربة هي المفتاح. تمام. شايف ان الغربة هي المفتاح للنجاح، وشايف ان الغربة هي المفتاح لجعلك انسان افضل. وشايف ان الغربة هي يعني مهما كان المكان اللي انت هتتغرب فيه، اهم حاجة ان انت تكون لوحدك. تواجه الحياة لوحدك، لأن مساعدة الآخرين ليك، وخاصة العائلة، والدك ووالدتك وكده، والأمان بتاعهم اللي بيديهولك، عمره ما هيغير منك، عمره ما هيخليك يعني تفكر في الحياة بشكل ومنظور مختلف. هيخليك دايما تفكر في الحياة إن الحياة روتين ثابت، ما يتغيرش. أنت وسط أهلك، تمام. رحت الجامعة بتاعتك، اتخرجت من الجامعة، اتجوزت، خلفت، خلاص. طب إيه، اتوظفت؟ الله أعلم لقيت وظيفة في مصر ولا لأ، أو حتى في مكان تاني لقيت وظيفة ولا لأ. فاهم الفكرة؟ ودي الروتين، يعني الروتين بتاع الحياة بتاعك ما بيخلكش اللي هو إيه، بيخلكش اللي هو في قلق. عارف انت القلق اللي هو بيحركك اصلا؟ لان لو انت ما قعدتش في قلق وما كنتش في قلق دايما كده، انت بتفكر دايما طب انا بكره عايز اعمل ايه، طب انا بكره مش عارف، انا بكره عايز هشتغل شغلانه مختلفه. طب ما انا النهارده الراتب بتاعي مثلا 10000، انا بكره عايز اخليه 15000، اخليه ازاي؟ طيب انا النهارده ال 10000 دي ما كفتنيش، انا عايز اكتر من كده، طب ايه اللي المفروض اعمله؟ فبيخليك تفكر القلق. فاهم الفكره؟ اي نعم، ان انت بتسيبها على ربنا ونعم بالله والحاجات دي كلها، لكن ربنا قال لك انك تسعى، والسعي شيء ضروري واساسي للنجاح. فانت
لو قعدت وسط اهلك ووسط اصحابك ووسط الناس وكده اللي انت بتحبهم، امن وسطيهم، مش خايف من بكره، مش خايف من اللي جاي بعدين، يعني بتفكر طب ما هو ابويا كده كده هو شغال، فاهم الفكره، وهو اللي بيصرف على البيت وهو اللي بيجيب وكده الحاجات دي كلها. طيب ما هو مش هتتغير. طيب وانت، انت ايه اللي انت اتعلمته عشان يعني عشان ما هو والدك ليه عمر ووالدتك ليها عمر، تمام؟ طيب بعديهم انت ايه اللي انت هتعمله بعديهم؟ فاهم الفكره؟ آه، انت حياتك هتمشيها ازاي؟ ما هو والدك اللي كان بيمشي لك حياتك كلها، فاهم الفكره؟ فعشان كده انا من قبل ما اطلع من مصر اصلا، وكانت دي فكرتي عن الغربه، ودي كانت وجهه نظري عن الغربه. وعشان كده الحمد لله انا جيت هنا تركيا. تركيا انا يعني ما قعدتش في مكان واحد في تركيا. اه ممكن اقول لك ان مثلا ممكن تركيا ما تكونش افضل خيار ليك. لو يعني بص، لو انت مقتدر على دول تانية احسن من تركيا روح. لكن لو انت الخيار اللي بالنسبه لك هو تركيا، لان تركيا زي ما انت عارف يعني السفر ليها ارخص، الدراسه فيها ارخص بكتير، الحياه فيها برضو هنا كويسه مش وحشه، المعيشه برضو لو انت اعزب، لو انت هتشتغل هنا في تركيا برضو كويسه مش وحشه. مثلا عندك برضو الطبيعه، وعندك القرب من الثقافه بتاعتنا العربيه هنا في تركيا قريبه جدا، فما فيش اختلاف كبير يعني. حتى المظاهر بتاعت رمضان هنا برضو حلوه. اه اي نعم، انت عشان انت متعود على الجو بتاع مصر وكده في رمضان واللمه والحاجات دي كلها. بس انا عايز اقول لك ان الحاجات دي حتى برضو اتغيرت في مصر الفتره الاخيره، يعني العشر سنين الاخرانيين دول الحاجات دي كلها اتغيرت في مصر بسبب النفوس، وبسبب ان الناس دلوقتي ما بقتش سالكه واحسن حاجه بالنسبه لبعضيها. يعني انا شايف، وحتى لما بنزل مصر بشوف يعني بلاحظ الموضوع ده، ان لا الموضوع مش زي الاول. فاهم الفكره؟ يعني انت ممكن عيلتك بس فقط هي اللي انت بتحسسك بالفرحه برمضان والعيد والحاجات دي كلها، ان انت اخواتك ووالدك ووالدتك وسطيهم جدتك وكده، فدول اللي هم اللي بيحسوك بالفرحه. لكن الشارع بره لا، الشارع بره بالعكس. يعني احنا عندنا دلوقتي ممكن اقول لك يعني اخلاق وسرسجيه وحاجات سيئه جدا جدا، يعني انا مش عايز اقول الفاظ يعني لان احنا في رمضان. فحاجات وحشه جدا يعني. انت لو طلعت الشارع يعني زباله، فاهم الفكره؟ ف يعني مفيش غير العيله بس بتاعتك. فانت لو عيلتك برضو معاك في الغربه دي ميزه حلوه جدا، يعني انت كده مش محتاج اصلا لبلدك، غير انك ممكن مثلا ايه تروح تخلص تعمل البطاقه بتاعتك، تعمل باسبور كده، فاهم الفكره؟ فالحمد لله الحمد لله، اللهم لك الحمد ولك الشكر على الغربة. زي ما قلت لك يعني الغربة ضافت لي حاجات كتير جدا. طيب انا زي ما قلت لك في الاول برضو ان انا هنا في تركيا، يعني بعد ما اتغربت وجيت هنا تركيا انا ما كنتش قاعد في مدينة محددة او مدينة واحدة هنا في تركيا. فالحمد لله شفت اماكن كتير جدا حلوة في تركيا. رحت اشتغلت برضو في تركيا، وشفت الحياة هنا في تركيا للراجل اللي بيشتغل. وعرفت يعني ان انت لو اعزب هتشتغل وهتشتغل شغل حلو لو انت عندك يعني مهارات كويسه. يعني انا عندي مثلا كان على سبيل المثال كان عندي لسه لحد دلوقتي الحمد لله ممكن بصوره ضعيفه شويه لغه انجليزيه ولغه عربيه ولغه تركيه، وتعلمت شويه برضو لغه روسيه من اصدقائي. فروحت اشتغلت مثلا في المجال بتاع السياحه، والحمد لله كان شغل جميل جدا، اكل وشرب وسكن عليهم، وراتب برضو كويس. كواحد اعزب مثلا فالموضوع كان بالنسبه له حلو، ما كانش وحش، فاهم الفكره؟ خدت فتره برضو كنت بشتغل في شويه مجالات مختلفه، يعني مش عايز اذكر المجالات كلها، لكن في مجالات كتيره. في مجالات كنت اشتغلت فيها، مجالات علمتني كتير جدا، ومجالات اشتغلت فيها عشان بس اطور من نفسي فيها، لان كنت شايف ان المجالات دي حلوه. فيعني هي دي الغربة، هي دي الغربة لو انت مثلا بتتغرب وانت عندك الفكر ده. لكن لو انت في برضو اللي هو المغترب يعني عايز اقول لك معلش في اللفظ، المغترب الخول. تمام؟ المغترب الخول ده اللي هو بيبعد عن اهله وبيبعد عن ناسه وبيقعد لوحده وبيتغرب وبيعيش الحياة لوحده وبيعيش الصعوبات لوحده، لكن هو خول، هو قاعد مش عايز يطور من نفسه، مش عايز يشتغل، كسول، مش عايز يفكر في بكرة أصلا. ممكن برضو ما بيروحش حتى جامعته اللي هو جاي عشانها. ممكن برضو يعني تلاقيه مثلا ايه متكل على اهله، زي ما هو كان في مصر هو هنا في الغربة. يعني انت حتى لو اهلك ميسورين الحال، لا انت طور من نفسك. انت جاي الغربة هنا عشان تطور من نفسك، مش عشان تفضل عايش على في اهلك يعني، وحس اهلك زي ما انت كنت عايش في مصر. والا لو انت مثلا زي يعني انا مثلا من الصعيد، فانت لو انت مثلا من الصعيد مثلا فروح القاهرة ادرس في القاهرة، ما انت هي
وعيش على قفا اهلك برضه، وعيش على حس اهلك. فهي ما اختلفتش، تبعد ليه وتروح بلاد بعيده ليه؟ فاهم الفكره؟ فانت بتختار الغربه عشان تطور من نفسك، عشان تحسن من نفسك، مش عشان تقعد زي ما انت كنت خول في مصر تقعد كمان خول في الغربه. فعشان كده اعتقد ان لفظ خول على فكره مش عيب. فلو لو عيب سامحوني. لو مش عيب انا حاولت اعبر على قد ما اقدر يعني، والله، لان انا بحاول اعمل فيديوهات ليكم عشان افيدكم بصراحه، عشان يعني انا بعملها لوجه الله يعني. انا عشان كده دايما بقول لكم الواقع والحقيقه هنا في تركيا، او عن اي حاجه مثلا. عشان كده يعني ممكن الفيديو يغير منك مثلا او يحسن منك شويه، امل يعني ان شاء الله. فاهم الفكرة؟ فانت الغربة دي انت جاي عشان هدف، الهدف ده انت لازم تكون حاطه في دماغك من قبل ما تيجي، وبعد ما تيجي كمان تمشي على الهدف ده، وتمشي على اللي يوصلك للهدف ده، وتحط نفسك في الصعوبات على قد ما تقدر. يعني حط نفسك في الصعوبات، يعني لو انت الصعوبات دي حتى مش بإرادتك، حط نفسك في الصعوبات دي. يعني لو انت ما حطيتش نفسك في الصعوبات دي بإرادتك وباختيارك، في فترة راحتك وفي فترة طمأنينتك، هتيجي عليك الصعوبات دي، وهتيجي عليك المشاكل، وهتيجي عليك الامتحانات. وقتها اقسم لك بالله العلي العظيم ما هتعرف تتصرف، مش هتعرف تتصرف اطلاقا، سواء من التصرف الفعلي اللي هو انت لو حاجه هتعملها، او من التصرف الايماني بتاعك. لو انت مثلا يعني انت وقعت في مشاكل قبل كده، فانت اتجربت وكده وخلاص يعني، آه، خدت تجربه كده ان انت تثق في ربنا وتؤمن بربنا، وزودت عندك الايمان بربنا. فلما تيجي عليك المشاكل تاني بعدين، لا انت مطمن. فاهم؟ الطمانينه دي طمانينه لله، مش طمانينه للناس. فهي دي النقطه الفاصله في الموضوع كله. حط نفسك في المشاكل، حط نفسك في الصعوبات، يعني ما تخليش حياتك سهله. فاهم الفكره؟ ما تخليش حياتك سهله. انزل اجتهد واسعى واشتغل. لو انت في جامعتك ذاكر دروسك وحاول ان انت تتفوق في جامعتك. فاهم الفكرة؟ الغربة بص يعني أنا شايف إن بصراحة وجهة نظري، ممكن أنت تختلف ممكن تتفق، الله أعلم، عشان ما أطولش عليكم برضه في الفيديو. فأنا شايف إن الغربة مفتاح للنجاح، وكمان الغربة مصنع للرجال صراحة، لكن لمن يستغلها بالشكل الصحيح. زي ما قلت لك على الخول اللي هو بيجي يتغرب ده ويجري ورا النسوان هنا في الغربة مثلا، ويصدق ما هو طلع من بلده مثلا، فيعمل الحاجات اللي ما كانش قادر ان هو يعملها، ويشرب الحاجات اللي هو ما كانش قادر يشربها. فده خول ده يعني مثلا، ممكن مثلا اقول لوالده ووالدته يعني ربنا يعوضكم. فاهم الفكرة؟ فلا يعني انت ما تبقاش زي الخول ده، خليك شخص انت تيجي هنا او تتغرب بشكل عام في اي بلد يعني، انت بتسعى للهدف بتاعك، انت شايف ان الغربة دي فعلا هدف وسر للنجاح، فتسعى ليه، وتسعى ان انت تنجح، وتعلم نفسك حاجات كتيرة جدا، تعلم نفسك اللغة بتاعت البلد، تحاول تطور نفسك في لغات تانية، تحاول تتعلم حاجات ممكن تفيدك في البلد. لو انت مثلا في زي ما كان في تركيا مثلا، تحاول تشوف ايه الحاجات اللي في تركيا اللي انت ممكن تستغلها تكون مصدر دخل ليك، او حتى مثلا ممكن تتعلم فيها حاجات برضو تفيدك لو انت رحت مكان تاني. او على الاقل خالص فكك من ده كله، خليك في جامعتك، ركز في جامعتك بس. يعني لو انت مثلا مش هتخش في الحاجات دي كلها، او مش هتتفرغ، او مثلا مش هتشتت نفسك في حاجات كتيره تتعلمها مثلا، ركز في جامعتك. يعني بدل ما يكون المعدل بتاعك 3.5 خليه 3.8، بدل ما يكون المعدل بتاعك 3 خليه 3.5. فاهم الفكره؟ شد حيلك في الجامعه بتاعتك، ذاكر الجامعه بتاعتك كويس جدا، تفوق فيها، وارجع بلدك فيدها بالحاجه اللي انت اتعلمتها من الجامعه. هيكون يعني بص هيكون مش عارف اشرحها ازاي بالعربي. هيكون اللي هو ايه، اضافه كبيره جدا ليك، هيكون اضافه كبيره جدا ليك وبلدك ولاهلك ولناسك من كل النواحي، سواء من الناحيه الماديه او من الناحيه الاجتماعيه او من الناحيه العلميه والثقافيه. فعشان كده زي ما انا بقول لك يعني انا شايف ان الغربه، لا انا يعني مش مبسوط جدا بالغربه الحمد لله، وشايف ان انا ممكن حتى اتعلم حاجات، لسه في حاجات كتيره جدا انا ما اتعلمتهاش في الغربه، لسه ممكن اتعلمها، في حاجات اتعلمتها
في حاجات كتير جدا اتعلمتها من الغربة، والغربة غيرت من شخصيتي كتير جدا جدا. الغربة خلتني إنسان تاني خالص. الغربة علمتني حاجات كتيرة. الغربة حطتني في مشاكل حليتها الحمد لله، وأنا حطيت نفسي فيها في مشاكل برضو بإرادتي كده، وحطيت نفسي في صعوبات، وكنت بدي لنفسي امتحانات أنا بنفسي عشان أتعلم منها، عشان لو جت عليا الامتحانات دي بعدين الله أعلم ممكن الواحد مثلا ممكن الواحد يعرف يتصرف فيها. الغربة بتقربك من ربنا أكتر بكتير جدا. لو أنت فعلا بتفكر بشكل كويس هتقربك من ربنا كتير جدا، لأنك أنت هتؤمن إن أنت هنا مالكش حد غير ربنا فقط. وأنا الحمد لله يعني أنا ما عنديش مثلا اللي هو ما عنديش حد اللي هو عارف أنت الصاحب أو الصحاب اللي هم يعني يعوضوك عن الداء. لا مفيش انا عندي ربنا بس هو العوض الوحيد فقط، ربنا هو اللي معايا. فالحمد لله يعني انت بتزود عندك الايمان، بتزود عندك اليقين بالله عز وجل. فالغربه لا الغربه لو انت مثلا عايز تتغرب انصحك ان انت تتغرب، لكن قبل ما تتغرب زي ما انا بقول لك غير من تفكيرك. ان انت جاي الغربة دي مش فسحة، الغربة دي مش متعة، الغربة دي مش حاجة ان انت تعمل فيها حاجات انت ما كنتش تعملها في البلد بتاعتك. الغربة دي مش مكان تستمتع بيه. الغربة دي مش آه، يعني مش حاجة تضيع الوقت. الغربة دي لا، انت الغربة دي مدرسة بتدخلها عشان تستغل فيها كل دقيقة وكل لحظة، عشان تطور من نفسك وتكون إنسان أفضل من الإنسان اللي أنت كنت عليه قبل ما تتغرب. فعشان كده الحمد لله زي ما بقول لك تاني انا مبسوط من الغربه، شايف ان الغربه مفتاح للنجاح وفرصه مهمه وفرصه كويسه جدا لاي حد عايز يغير من نفسه. اتمنى ان الفيديو يكون اعجبكم، واتمنى ان ما كنتش طولت عليكم، واتمنى ان الفيديو كنت قلت فيه كلام برضو افادكم. وربنا يصلح حالي وحالكم، وربنا يوفقني ويوفقكم، ورمضان مبارك علينا وعليكم. ربنا يكرمكم كلكم يا رب، ويحقق كل احلامكم وكل امانيكم في هذا الشهر الكريم. وما تنسونيش من الدعاء بتاعكم، وربنا يصلح حالنا وحالكم ان شاء الله. وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وحطوا لايك للفيديو، واكتبوا لي في التعليقات رأيكم في الفيديو والحاجات اللي انتوا عايزين تشوفوها من تركيا في الفيديوهات اللي جاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.